بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متتبعي قناة صاحب العملات النقدية، مرحبا بكم إخواني جميعا في فيديو جديد سوف أتحدث فيه إن شاء الله عن عملة فضية فرنسية 2 فرنك لسنة 1849 الحاملة للحرف A، وهي من عمل ورشات باريس النموذجية. وزن هذه القطعة هو 9.46 جرام، 27 على مستوى الديامتر، من معدن الفضة الخالصة. في الوجه الأمامي للعملة نجد في الوسط رأس الجمهورية ريبوبليك فرانسيز. تنظر إلى الجهة اليسرى، ترتدي عقد من اللؤلؤ في عنقها، شعرها على شكل كعكة مزدوجة مركب من أزهار القمح أي سلسلة الزيتون. فكما تشاهدون الشريط فوق رأسها ويمر فوق الجبهة. في أسفل العملة تحت الرأس نجد توقيع الناحية أوديني، وعلى جانبي الصورة تظهر أسطورة الجمهورية الفرنسية على ظهرها ريبوبليك فرانسيز. في وراء العملة نجد في المركز قيمة العملة في سطرين 2 فرنك، أسفلهما نجد التاريخ 1849. كل هذا يوجد في تاج مركب بين غصنين. وفي أسفل العملة خارج عن إطار الغصنين نرى بالعين المجردة الحرف A، وهو حرف ورشة العمل في باريس. في الجوانب نجد كتابة الحرية والمساواة كشعار عملة الجمهورية الفرنسية. هذه العملة إخواني من معدن الفضة الخالصة. العدد الذي تم سكه في هذه العملة هو 721,519 قطعة. إخواني، ف2 فرنك لسنة 1849 الحاملة للحرف A ومن معدن الفضة، عملة مطلوبة ومبحوث عنها، فسعرها يبتدئ من 600 أورو في حالة متوسطة، و1100 أورو إن كانت في حالة لا بأس بها. ولكن إن كانت العملة في حالة جيدة أي حالة FDC فسعرها هو 2000 أورو. عملة ذات سعر مرتفع، وبإمكان أن تتواجد لدى أي واحد منكم، بحيث العدد الذي تم سكه فيها شيء ما كثير، وهي عملة مبحوث عنها لدى هواة جمع العملات النقدية. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.